كمبتدئة كيف بدي أميز زاوية 45 عن باقي الزوايا؟ مناسب لرقبة الزبونة. هاي هي درجة زيرو. طبعا هي درجات تبدأ من زيرو لآخر درجة اللي هي تبقى 180 درجة. ما بين 180 والزيرو أو ما بين الزيرو و 180 أكيد في عنا كتير درجات. زوايا القص اللي نحن قلنا هو الزيرو، أول درجة زاوية، وبعدين 180. إحنا بنطلع درجات 1 2 3 4، ولكن بالنسبة نحن كتكنيكات القص بنحتاج فقط ل5 درجات. رح أسمي لكم الدرجات مع المسمى الزوايا. يعني هلا إذا بدي أنا أقص زاوية 45، زاوية 45 نحن رح نحتاج زاوية 45 في الديجرادي، رح نحتاجه كمان في الكاري المطبق، رح نحتاجه في عدة قصات. بالنسبة لزاوية 45 أنا كمبتدئة كيف بدي أميز زاوية 45 عن باقي الزوايا؟ زاوية 45 لازم نكون، خلينا آخذ خصلة أقل مشان يبان معكم أفضل. خليني آخذ زاوية 45 لازم يكون بهذا الشكل، شايفين؟ زاوية 45 لازم تكون بهذا الشكل اللي هي زاوية حادة، شايفين؟ إذا أنا بدي أميز، أنا كمبتدئة بدي أعرف إنه على أي درجة زاوية عم بشتغل. إذا درجة 45 معناتها لازم تكون إيدي مايلة بشكل زاوية حادة. طيب أنا هلأ الزاوية الثانية المطلوبة في تكنيكات القص هي زاوية 90. درجة 90 راح تكون أكيد هيك ستريت. كدرجة احنا بناخدها زاوية قائمة، شايفين؟ زاوية قائمة. طيب هاي درجة 90. درجة 135 كيف بدي أنا أميز درجة 135 عن باقي الدرجات؟ رح أميزها بالزوايا مثل ما ذكرت لكم. شايفين أنا رفعت إيدي هيك، طبعا زاوية 135 رح تكون هي زاوية منفرجة، شايفين؟ زاوية منفرجة. هون زاوية 135 معناتها صار عندنا زاوية 0، زاوية 45، زاوية 90، زاوية منفرجة 135. الزاوية الأخيرة هي 180. طبعا شايفين حيكون بهذا الشكل، شكل عمودي. هاي هي درجات القص صبايا اللي احنا بنعتمد عليها في جميع تكنيكات وانواع القص. يعني مثلا انا جتني زبونه قالت لي بدي قصه الديجرادي، بدي ديجرادي يكون وسط، تدرج يكون وسط، ما بدي تدرج كتير. بهالحاله دايركت انا بختار زاويه درجه 45 اللي هي درجه حاده، فورا درجه حاده بختار. هذا التكنيك رح يكون ديجرادي او مدرج وسط. طيب اجتني زبونه قالت لي بدي ديجرادي او مدرج، التدرج فيه شوي ظاهر اكثر. بهالحاله انا بختار زاويه درجه 90، وهالدرجه 90 اللي هي درجه قائمه. طيب اجتني زبونه قالت لي بدي ديجرادي، قص الديجرادي ظاهر كتير وكتير عندي تدرجات، باخذ مباشره درجه او زاويه منفرجه اللي هي 135. طيب انا اجتني زبونه قالت لي انا بدي هالمنطقه هاي كتير يكون في شعر قصير وتدرج كتير ظاهر، مباشره الخصله لما بدي اقصها مباشره بمشط شوي شوي، ما برفع مباشره هيك، لا، باخذ الشعرايه الخصله مباشره شوي شوي لبين ما اوصلها لدرجه 180، وبقص مباشره قصة الدرجة اللي هي 180 درجة. يعني أنا ما بقص من 45 و 90 مباشرة درجة 180 بقص. لما أنا بدي أقص، أنا لنفترض قصيت هالقصة وهي ونزلت، شايفين التدرج كيف حيبدأ من فوق، وهكذا بصير عندي تدرجات للشعر.